مصر كلها حمرة، مصر كلها حمرة، عظمة ما بعدها عظمة. بالشفا يا زول، 3 بالشفا، 3 النهارده اتحطم بالشفا في الزول. بصراحة الزول النهارده الاهلي كرمهم، النهارده الاهلي كرم الهلال. بالعكس احنا لو كانت اعصابنا باردة عن كده وهاديين عن كده كان ممكن الزول النهارده طلع 5-6. انا يعني الواحد بيتذكر مدرب الهلال وهو بيقول لك ان لم نفز على صن داونز سنفوز على الاهلي في القاهرة. خدتهم النهارده، تروق عليك النهارده، بص تحط له ابو 20 على الدكه، تجيب جن ازرق يقف في الجون، الاهلي مش هيرحم. احنا يا ابني شياطين، احنا يا ابني شياطين حمر يا ابني. وبعدين شوف رؤوف خليل بيقول لك ايه، ده سلطان افريقيا يا ابني. اعرف قيمه الاهلي، اتكلم يعني اعرف انت بتتكلم مع مين او هتلاعب مين وهتلاعبه فين في القاهره قدام جمهوره. يا ابني الاهلي لعبه بجمهوره، افهم بقى. الحمد لله رؤنا من زيطه كبيره جدا. وبعدين بقى انت عارف العظمه بتيجي منين؟ من صعوبه المشوار. انت اصلا كنت بره، الاهلي كان بره البطوله. الاهلي بيتغلب في السودان 1-0، بعدها بيتعادل مع صن داونز على ارضه، بيتغلب كمان من صن داونز. وان انت تيجي من بعيد خالص، والنهارده بقى يبقى انت عندك فرصه ان انت تكسب. وبل بالعكس فرص الهلال كانت اصعب، فرص الهلال اكتر. الهلال يتعادل او يجيب جون والفرق يبقى 1-2-1 احنا نطلع بره البطوله. لكن على مين؟ احنا ما يهمناش الكلام ده. النهارده اللعيبه كانت واقفه في الملعب بارده، اللعيبه كانت واقفه في اول 10 دقائق بتضيع 3 فرص. السوليه بيضيع فرصه زي بتاعه قفشه في ريال مدريد ما تضيعش، انت تقطع الشبكه وتموت الجن اللي واقف في الجون، لكن بتضيع. كهربا بتضيع، لكن على مين؟ كهربا النهارده وقف حته وقفه في الكوره، والله حته الواحد ما شافهاش من ايام عماد متعب في الاتحاد الليبي. هي الوقفه الزبده دي. وبعدين بقى بيحطها لك فين؟ بيحطها لك في الحته البعيده، حطها له نيمه في الحته البعيده. لا بص بقى لما ضرمان كلها ما حدش عارف يجيبها. وبعدين لو نزلنا ابو 20 يقف مع الراجل اللي واقف مش هيعرف يجيبها برضه. لكن كهربا ريح الدنيا واداها للزول بالشفا. بص خلى الزول كده يبقى واقف في المرمى مش شايف قدامه. الحاجه الثانيه حسين الشحات، يا ابني انت ربنا بيحبك وبيحب ابوك، ان انت الاهلي يجي النهارده ويبقى واقف على جون تاني للاطمئنان وجون ثالث. بص بقى اللي هو يبقى بالشفا فعلا. مصر كلها تدعي له، مصر كلها دعت لحسين الشحات في الجون الثاني وابوه. مصر كلها بتحبك يا حسين، مصر كلها بتحب ابوك يا ابني الله يرحمه. خد كميه دعم النهارده حلو جدا. انت شايف الجمهور اللي كان موجود في الاستاد ورا الشاشات. الجون الثاني جه لحسين الشحات من حته البرس تاو كده، غرفها غرف كده من بين رجلين المدافع، وحسين الشحات برضه حطها له في الحته البعيده مش شايف قدامه الجون. خلاص الدنيا بقى حلوت والجمهور هدى وعايزين التالت بقى. انت الميزه ان انت تجيب التالت بعدها، تجيب التالت في الزيطه ديت. لكن حسين الشحات ما بيرحمش. حسين الشحات هيجيبه يمين هيجيبه شمال وهيحطها له، لازم يحطها له ويكرمه الزول. الصراحه النهارده الهلال اتكرم، الاهلي كرم المضيف بتاعه الهلال النهارده احلى كرم، وضع لنا كميه فرص النهارده. والله المباراه ديت لو ما فيش فيها هدف للهلال يجي، الاهلي كان كرم الهلال النهارده احلى كرم. كان الاهلي النهارده سحر الهلال مع الفطار اللي فطروا النهارده، الاهلي كان سحره كمان بالمره. لكن مباراه عدت بكميه ضياع فرص رهيب. مروان عطيه بتشيل الكره بتيجي في الجون وبتخبط في رجله وتفضل واقفه قدام. تخش بقى خشي، ما واقفه ليه؟ لكن النهارده عندك لعيبه كلها ابطال. حسين الشحات نجم المباراه، مروان عطيه بالباص في الكره الثانيه وتسديدته. مروان عطيه النهارده كان قافل نص الملعب كويس جدا. كمان حسين الشحات ونزوله وكهربا اللي فتح التسجيل وسهل المهمه وخلى الجمهور اللي كان موجود في الملعب يفرح. مصر كلها لازم تفرح، مصر كلها لازم تكون حمراء النهارده. هي ليله حمراء النهارده على الهلال، كانت ليله حمراء فعلا على الهلال وعلى جمهوره. كانت مؤلمه جدا عليهم، كانت مؤلمه لان كان عندهم احلام كبيره جدا، بيحلموا مع الاهلي وانت المفروض ما تحلمش مع الاهلي. انت جالك فرصه عظيمه، عندك ضربه جزاء في الدقيقه 95 تضيعها يا مؤمن، وعايز تيجي تكسب الاهلي هنا في ارضه قدام مين؟ قدام 70,000 يا راجل. ده الجمهور اللي كان بيلعبك مش اللعيبه، الجمهور النهارده كان بيلعبك. الضغط اللي هو كان عامله وتشجيعه للاهلي كان النهارده عظمه بعدها عظمه. ولازم الجمهور يمشي فرحان، الجمهور لازم يمشي مبسوط النهارده، ما ينفعش يمشي زعلان. الفرحه لازم تكتمل، عوده الجمهور وانتصار الاهلي فرحه مصر كلها. الاهلي بيخلق سعاده لجمهوره لا تقارن باي حاجه. يعني اقول ايه، الادرينالين النهارده عالي لكل الاهلاويه. بكره بقى بص الوشوش وهي ماشيه في مصر بكره. الحاجه الثانيه، بعد ضيعنا الفرص كتير جدا في المباراه، كنا ممكن عدينا المباراه وريحنا على نفسنا كتير جدا. لكن احمد عبد القادر في بعض الاوقات، يا احمد عبد القادر ما تزودهاش، العب الباص من لمسه واحده. حسين الشحات انت شفت نزل ما بيطولش ما بتفزلكش، بيحط على طول بيخلص على طول. فبعض المباريات احمد عبد القادر مش عايزه يا حاج، مش عايزه، ما تخليش الجمهور يكره. احنا في لحظه بنقول احمد عبد القادر يا نجم بيعدي من الثاني والثالث، لكن الباص مش حلو، فما كانتش ظريفه احمد عبد القادر. لكن شكرا لكل لعيبه الاهلي، شكرا لعم كوره اللي كان فايق النهارده وكان رايق كمان النهارده. والحمد لله على نتيجه المباراه، الاهلي اتاهل.
المباراة الجاية والادوار الاقصائية الجاية لازم يكون الجمهور ده موجود، لازم يكون الجمهور ده موجود عشان يفوق اللعيبة اللي تبقى موجودة عندنا. وكمان حسين الشحات لو بيلعب من الاول خالص، لكن ظروف وفاة والده كانت المباراة فرقت معانا. لكن زي ما بنقول مجمل عام مبروك لكل جماهير الاهلي، مبروك التأهل، وكل واحد يقف بقى ويعرف حجمه، وكل واحد يبقى عارف حجمه، وافريقيا كلها عارفة حجمها. ولكن ما تلعبش مع الاهلي، ما تهزرش مع الاهلي يا جن يا ازرق. بالهنا يا زول.